أبيدوس. جت منين كلمة أبيدوس؟ يعتقد إن هي جاية من الكلمة المصرية القديمة أبيجو، وبعد كده اتحولت لليونانية وبقت أبيدوس اللي احنا لسه بنقولها عليها لحد دلوقتي، وبرضه بنقول عليها العرابة المدفونة. والعرابة تعتقد إن هي جاية من كلمة را بر اللي بمعنى معبد، وأبيدوس كانت مركز كبير قوي للعبادة. وزي ما قلت لكم أبيدوس كانت مركز عبادة كبير قوي، هنلاقي من أهم المعابد الموجودة فيها معبد سيتي الأول اللي هو يعتبر تحفة معمارية، اللي أنشأه الملك سيتي الأول وكمله بعديه ابنه الملك رمسيس الثاني سنة 1300 قبل الميلاد. وسجل الملك رمسيس الثاني على المعبد انتصاراته زي مثلا معركة قادش. ده غير ان المعبد نفسه عليه قائمة الملوك ل76 ملك، من اول الملك مينا مؤسس الأسرة الأولى وموحد القطرين لحد الملك سيتي الأول. ليه سموها أرمنت؟ ايه الاسم الغريب ده؟ تعال نشوف. زي ما قلت لكم المصري القديم كان كل مدينة مقدسة بالنسبة له كان ليها إله، والإله بتاع المدينة دي كان اسمه مونتو وهو إله الحرب، علشان كده كانت بتسمى ببر مونت أي سكن الإله مونت، وتحولت لهرمونتس في اليونانية، وبعد كده في القبطية بقت أرمنت اللي احنا بنقولها دلوقتي. أما للأسف المدينة معابدها كلها تحولت للخراب في القرن ال19 بسبب مصانع السكر، وبسبب البيوت اللي طلعت خدوا كل المحاجر أو كل الأحجار اللي كانت موجودة في المعابد وبنوا منها المصانع والبيوت. ليه سموها أسوان؟ تعالوا نشوف. أسوان يا سيدي جاية من كلمة سو نو، وسنو هو السوق في المصرية القديمة، وبعد كده اتحولت في القبطية وبقت سوان، وبعد كده بقت في العربية أسوان. فأسوان معناها السوق. أسوان يا سيدي كانت مركز كبير جدا للتجارة، وكانت سوق عظيم بالنسبة لمصر والتبادل التجاري مع البلاد التانية، من بخور لعطور لذهب لريش نعام. أسوان كانت غنية بكل مظاهر التجارة، ومش بس التجارة، أسوان كان فيها محاجر الجرانيت وما زال فيها محاجر الجرانيت اللي كان بيستخدمها المصري القديم علشان خاطر يبني منها الأهرامات، المسلات، المعابد. فأسوان بالنسبة للمصري القديم كان ليها أهمية كبيرة جدا، وعلشان خاطر المدينة اللي ليها أهمية كبيرة جدا بالنسبة للمصري القديم فكان لازم يبقى ليها إله مخصوص. وزي ما قلنا كل مدينة كان بيحبها وكان بيعتبرها مدينة مهمة بالنسبة له أو معبد بالنسبة له كان بيخلي لها إله خاص. زي مثلا الإله خنوم بالنسبة لهم ده كان إله مدينة أسوان، كان الإله الحامي للمدينة، وكمان كان إله الحرفيين. يسكتوا ويخلوا لها إله واحد؟ لا معلش، احنا هنجيب مراته وهنجيب بنته. هنجيب مراته الإلهة ساطت علشان خاطر تبقى إلهة الحرب، وكمان بنته بتتعبد بالمرة في المدينة. معلش عدوها لنا المرة دي، ولا إله إلا الله. يلا نكمل. أما بقى من أروع المعابد اللي ممكن نزورها وإحنا في أسوان زي مثلا معبد أبو سمبل اللي يعتبر تحفة معمارية منحوتة في الصخر، والمعبد كان مخصص للملك رمسيس الثاني، واللي الناس كانت بتعتبر إن الحجم الكبير للتماثيل اللي موجودة للملك أو لأي ملك تاني أقاموا ليه تماثيل بالحجم الكبير ده كانوا فاكرين ان المصريين القدماء كانوا عمالقة، علشان كده بنوا الاهرامات وعلشان كده بنوا المعابد بالحجم الكبير ده. ولكن المصريين القدماء كانوا بني ادمين زينا زيهم بالظبط، حتى لو شفنا المومياوات بتاعتهم هنلاقيها بحجم البني ادم الطبيعي بالظبط، ولكن هم كانوا بيحبوا يفخموا في الملك قوي علشان خاطر يدوله مكانة وهيبة في وسط المجتمع. كمان عندنا معبد فيلة. معبد فيلة هو آخر معبد اتعبدت فيه الديانة المصرية القديمة، بعد كده بقى جه البيزنطيين وتحول لكنيسة. كمان هنلاقي معبد كومومبو، وغير معبد إدفو. معبد إدفو هو المعبد الوحيد اللي يعتبر محتفظ بهيئته كاملة لحد النهاردة. فدي يا سيدي بعض الأسامي للمدن المهمة في مصر القديمة اللي انت ممكن تكون عايش فيها ومش عارف الاسم جاي منين.